صحفية ولا مؤتمرات إعلامية، فطابع السرية يطغى عليها، والإغراء أسلوبها الأول والرئيسي. شعارها اصبر قليلا وستتحول إلى مليونير ثم إلى ملياردير، وقد تصبح من أغنى أغنياء العالم في فترة قصيرة. سيصبح لديك مصدر دخل مستقل، سيارة فاخرة، وستتمكن من السفر إلى أجمل الوجهات السياحية في الخارج، وذلك في وقت قياسي لا يتجاوز 3 سنوات على أكثر تقدير. لأن يعملوا سهرة في شيراتون أو سهرة في فندق معين، يعني ليس المقصود أنه هذا الفندق باعتبار 5 نجوم، فيوهمون بهذا أنه أصبح كذا ثم يسلبون منه الأموال. فيجي إنسان يقول له يغريه، يقول له شوف كاين عملية بسيطة تقوم بها، أنك تسجل في الموقع ومن بعد تدفع مثلا $10 ولا $50. هو بالنسبة له مقابل ما يشوف من الصور ومن الفيديو اللي يعرضوهم الإغراءات، قال فلان هذا يسكن في عين تيموشنت بالصورة تاعو كذا، قال له ربح 500 مليون، ربح سيارة فاخرة تاع 800 مليون، ربح سفر. هذه الأمور تغري أي إنسان، يقول يعني تقريبا $50 ونربح 1000 خطر أكثر. ف كما يقول الإنسان اللي طونتي باش يدخل في هذه المواقع، ولكن المسؤولية ترجع بطبيعة الحال للمستعمل هو بنفسه. قال كيفاش انت يعني كيفاش تربح دراهم بدون مقابل؟ مشكلة. الكيونت ليست الشركة الوحيدة التي تنشط في الجزائر وفق النظام الهرمي الذي يندرج ضمن الأطر القانونية المجرمة دوليا، حيث يتم تغطيتها عادة عبر عبارة التسويق الشبكي. فشركات أخرى تنشط في هذا النطاق دون وجود نص قانوني صريح ينظم العملية، وتجند عشرات الآلاف من الجزائريين، منهم شركة أوبيس التونسية الجنسية وشركة سيوارد الأمريكية. هذه الشركة أي إنسان يبحث عليها في الجملة، ففي عادة مثل هذه الشركات تلقاها دائما كلمة موازية لها تابعة لها اسمها لارناك، مش بالعربية الخدعة يعني. علاش؟ لأن مثل هذه الشركات اللي راهي متواجدة منذ أنا على حسب علمي على الأقل عندهم 10 سنوات اللي راهم موجودين في العالم وموجودين في الجزائر، يغتنموا السذاجة تاع بعض المستعملين والطمع تاعهم والرغبة في الربح السهل. لابد من تطهير الطفيليات هذه اللي بدأت تظهر وللأسف الشديد حتى تكون هذه الشعبة التجارية يعني سليمة وراقية وتفي بكل مطالب المستهلك. يعني بطبيعة الحال يوجد مواقع قد تتحايل، أنا لا أقول أن المواقع هنالك كثير منها تتحايل، لكن يمكن أن يوجد في ذلك باعتبار أن البيع الكلاسيكي يوجد فيه احتيال بالرغم من الترسانة القانونية كبيرة، فما بالك ببيع لا يوجد فيه قوانين. إلا أن شركة الكيونت الماليزية والتي يتواجد مقرها الرئيسي بهونغ كونغ تبقى الأشهر على الإطلاق في الجزائر، فرغم التزامها طابع السرية استطاعت هذه الأخيرة تجنيد 30,000 جزائري في فترة 5 سنوات. وكان لزاما علينا قبل الخوض في ملف هذه الشركة جس نبض الشارع وإذا كان الجزائريون يعرفونها أم لا، فكانت الإجابة Qnet, ça me dit rien. Bon, Qnet, je la connais pas, malgré que ça fait 4 ans que je suis vendue sur Internet et tout, mais jamais سمعت بها. لا Qnet ما نعرفها، jamais سمعت بها. Qnet jamais سمعت بها. موقع Qnet ما نعرفوش، ما سمعتش به، jamais قريت عليه. Qnet ما نعرفهاش، jamais يعني تلاقيت بهم ولا شفتهم من jamais. Qnet ما نعرفهاش. الكيونت ونظرا للسرية التي تحيط نفسها بها بقيت مجهولة حتى بالنسبة لخبراء التكنولوجيا الذين باشرهم أيضا اتصالاتهم لجمع معطيات عنها. كيونت الحق j'en ai jamais entendu parler, jamais سمعت بها حتى كنت هدرت عليها. Donc j'ai fait des recherches rapides sur le net, j'ai appelé donc des camarades qui sont un peu au courant سامعين بها mais هما ثاني ما درسوش الملف تاعها، دونك ما على بالناش بها. مي فهمت باللي سي ان سيستيم دو فونت بيراميدال كيما نقولوا حنايا، وين واحد يبيع لواحد واللي شرى من عند هذاك الواحد يعرفوا غير هو وهي رايحه، ويدخلوا الواحد في السيستيم بيراميدال هذا لو ريزو هذا اون لوي دونون اون بتيت سوم بور لا باتي باش يجيبوه يوكلوه زعما شويه، ومن بعد il est obligé il rentre dans le système, il est obligé de vendre à chaque fois, ou fait un système de harcèlement, fait un système حصن.
c'est à partir du moment où ce n'est pas basé sur une opération commerciale, sur une relation commerciale normale, d'abord d'échange de biens et d'argent et de confiance, forcément, il y a des questions qu'il faut se poser et très souvent, on se rend compte qu'il y a quelque part un dosage d'escroquerie si ce n'est pas un gros dosage d'escroquerie. الكيونات شركة ماليزية مختصة في مجال التسويق الشبكي تأسست سنة 1998 بهونغ كونغ، واستطاعت في ظرف بضع سنوات التواجد عبر 50 دولة. تعتمد نظام الخط الأيمن والأيسر، بحيث تشترط عليك إن كنت ترغب في الانضمام إلى شبكتها شراء أحد منتوجاتها أولاً، والمتمثلة في ساعات يد تحت علامة برنارد اتش ماير، أو قلادة الطاقة، أو مجوهرات، أو خدمات اتصالات. كما تنشط هذه الأخيرة في مجال الأصفار، وبعد الشراء ستكون مضطرا إلى جلب زبونين آخرين، وكل زبون مضطر لاصطياد مشتركين مقابل عمولة مالية، وهو ما يكرس النظام الشبكي. السلعة في كيونات غير هامة، يعني ليس القصد أنك تحصل على السلعة المعينة، هاتف أو قلادة أو ساعة أو شيء، ليس هي المعنية في حد ذاتها. كثير من السلع التي يشترونها هؤلاء الشباب في كيونات يتم رميها في النهاية، يعني هذا ليست القصد في حد ذاتها، وإنما القصد هو الدخول إلى هذا الجو، الدخول إلى هذه الشبكة، توريط الشاب في هذه الشبكة، هذا هو المقصد وليس السلعة في حد ذاتها. لذلك تجدونهم يبيعون أنواع من السلع غير الهامة، سلع وهمية، سلع ليست لها أي أهمية في التاريخ، ليست لها أي أهمية في حياة الشاب. يقول لك قلادة الطاقة، يعني قلادة تضعها لمدة ساعة أو ساعتين فتشعر بتحسن في الطاقة. ونحن نتجول في شوارع العاصمة، التقينا شبابا يعرفون الكيونات، ومنهم من تلقى عرضا من طرفها. كيونات بروبوزاو لي باش ندخل معاهم، بصح المبلغ القاعدي اللي نبداو به كان بزاف كبير، على حسب معلوماتي 80,000 دينار. كيونات سمعت بها ديجا، بصح ما دخلتش فيها باسكو باش تدخلي فيها لازم 8 مليون، سي شير بور اون ايتيديونت. اون بليس دو سا ما نديرش لي برودوي ديالها ما انتيريس با. ثاني سامع به سي ديجا دارييرمون بدا يشيع شويه، شغل نعرف بزاف شعب يخدم فيه، مي اكزاكت ولا ما جامي دخلت له ولا سييت. انا جو سوي كونتر لا بروبوزيسيون تاع كيونات في هاد لا بروبوزيسيون اللي يديرها. إلا أن ما يجهله الكثيرون هو أن الكيونات شركة مشبوهة بل ومجرمة لدى العديد من الدول بسبب الجدل الذي أثير حول مصداقيتها ونوعية منتوجاتها وممارسة النصب وفق نظام البيع الهرمي. وقد تم غلق مكاتبها والقبض على مدرائها بتهمة الاحتيال في كل من الهند وسريلانكا ونيبال والفلبين وأندونيسيا ورواندا وأفغانستان وتركيا وسوريا وإيران وبلدان أخرى، وهو ما دفعها مؤخرا إلى البحث عن أسواق جديدة في شمال إفريقيا. فكانت الجزائر وجهتها بامتياز، بالرغم من أن القانونيين يؤكدون أن نشاطها في الجزائر خارج القانون. إذا كان مش مقيمة ما عندهاش حق باش تتاجر، لماذا؟ لأن عندنا قوانين اللي تعطي كل إجراءات فيما يخص تجارة النشاطات في الجزائر. Alors aujourd'hui la facilité تاع les escroqueries c'est parce que الشركة مش موجودة physiquement, elle n'est pas présente ici. Elle démarche une clientèle en Algérie. Elle envoie de la marchandise en Algérie. Elle reçoit de l'argent par X, certainement par le biais de... Ou l'intelligence, c'est qu'elle recrute des personnes qui sont résidentes ici. Mais ça reste une violation, une infraction à la loi. لماذا؟ لأنه ما تخلصش ضرائب، ما تخلص هذوك اللي يخدموا معاها ما تخلصلهمش لا كيس دو سيكوريتي سوسيال، الربح il n'y a pas d'impôt. Donc tout ça c'est une violation. الكيونات ولإقناع مشتركيها تنظم على شرفهم حفلات بالشراطن وفنادق ضخمة، وترسلهم في رحلات سياحية لتونس وتركيا، كما حدث مع هذا الفريق في وهران. وتركز الكيونات في حديثها مع الشباب الذين تجمعهم على مبادئ مغرية، على غرار إقناعهم بأنهم سيتحولون إلى مليارديرات في ظرف بضع سنوات.
ومساعدة الآخرين ومعرفة أشخاص جدد، وأن كل شخص رئيس نفسه. ليكتشف هؤلاء بعد بضعة أشهر أنهم لم يحققوا شيئا من كل ذلك، وأن منهم من يخسر منصب عمله في سبيل إرضاء مسؤوله بالكيونات، وهو الشخص الذي أدخله الشبكة دون جدوى. ولتحري كيف دخلت الكيونات السوق الجزائرية، كان لزاما علينا البحث عن أول من أقحمها وسط الجزائريين. وبعد تحري طويل توصلنا إلى المدعو ياسر خميس، وهو سوري الجنسية، حيث تعامل هذا الأخير مع مراد خلوفي من الجزائر. ومن هنا انطلقت أول شرارة لشبكة جندت 30,000 شاب. حاولنا التواصل مع ياسر خميس عبر الفيسبوك، أرسلنا له دعوة صداقة فرفضها، بعثنا له رسالة مفادها أننا صحفيون ونريد الإشهار لكيونات عبر روبورتاج مصور، فأجابنا بالحرف الواحد: كيف يمكن أن أخدمكم؟ بإمكانك التواصل مع مدير مكتب الجزائر، أعطني رقمك أرسله لهم للاتصال بكم. ليرفض بعد ذلك الرد على أسئلتنا. تجولنا عبر صفحته في الفيسبوك لنجد صورا غريبة له وحملات إشهارية واسعة تدفع الشباب إلى الانضمام لهذه المنظمة المشبوهة. أما مراد خلوفي فرفض أصلا الرد على رسائلنا. تجولنا عبر الانترنت لجمع معطيات عن الكيونات، فوجدنا العديد من الصفحات الافتراضية التي تدعو إلى مقاطعة هذه الشبكة. واصلنا البحث والتحري، وتنقلنا هذه المرة إلى مقر الكيونات بمساعدة أحد أعضائها القدامى والمتواجد على مستوى الجزائر العاصمة بمنطقة تماريس بالمحمدية. تفاجأنا لأن مدخل الفيلا المؤجرة يوحي بأنها مخبر للتحاليل الطبية، فلا وجود لإشارة واحدة تكشف شركة الكيونات، إلا أن داخلها يؤكد العكس: لقاءات ومشاورات واجتماعات وتقارير سرية. والأدهى من كل ذلك أن مسؤولي الكيونات رفضوا التواصل معنا، فبعد ساعات من الانتظار في قاعة الاستقبال تم طردنا بطريقة دبلوماسية. وأخبرنا أحد المسؤولين عن المكتب: حتى لو أغرقتمونا مالا لن نصرح لكم. ونحن في المقر اكتشفنا أن شيئا ما يطبخ في الكواليس تحضيرا لحفل ضخم سيتم تنظيمه يوم السبت بالشيراتون. تنقلنا هنالك خفية، إلا أنهم رفضوا السماح لنا بالدخول، فالسرية والرقابة المشددة كانتا حاضرتين بقوة، وكل ما استطعنا خطفه هو هذه الصور خارج القاعة. والتقينا نفس المسؤول ثانية ليطردنا من جديد. تنقلنا إلى مقر مؤسسة عزوق، وهي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة تمثل الوكيل الرسمي للكيونات في الجزائر بباب الزوار، ولكن كالعادة لا حياة لمن تنادي ولا رد على أسئلتنا. ومما قد يزيد استغرابكم أكثر هو ما حدث ساعات قبل بث التحقيق، حيث كنا بمقر قناة البلاد للإشراف على الرتوشات الأخيرة لنصدم بفاكس مرسل من طرف وكيل معتمد، والذي طلب منا توقيف بث التحقيق الذي نحن بصدد إنجازه. وصرح لنا بصفته الوكيل الرسمي لشركة كيونات في الجزائر، مؤكدا أنه تلقى صدمة قوية بعد الاطلاع على موقع جريدة البلاد، والذي بث موعدا للمشاهدين اليوم الخميس على الساعة 9 مساء لمشاهدة التحقيق، واصفا إياه بالمشوه لشركة كيونات، مشيرا إلى أن هذه الشركة تنشط بطريقة رسمية ولم تنصب على 30,000 جزائري مثل ما تعهدنا ببثه. طالبنا المتحدث ذاته بإيقاف بث هذا التحقيق وإزالته من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة وكافة المواقع الاجتماعية الأخرى، بحجة ما أسماه الحفاظ على مصالح كافة الأطراف.
وأرفق طلبه هذا بسجل تجاري ونسخة من الاعتماد المرسل من طرف شركة كيونت العالمية، موقعا بيانه على أنه يعمل وفق صيغة شركة الاستيراد والتصدير. باشرنا فورا اتصالاتنا وتحرياتنا مجددا لنكتشف أنه وقبل 2 سنين من الآن نظمت الكيونت ملتقى شبه دولي في إسطنبول، واشتكى هنالك مسؤولوها في الجزائر من حجز سلعهم في المطارات والموانئ من طرف الجمارك، مما سبب لهم مشاكل قضائية وقانونية بالجملة. فلجأت هذه الشركة إلى التحايل على القانون الجزائري المليء بالثغرات من خلال تأسيس شركة استيراد والتصدير للتغطية على نشاط الكيونت، ثم تمكين هذه المؤسسة من مواصلة عملها ونشاطها غير القانوني، وهو ما يؤكد وما سبق وأن قلنا خلال زياراتنا لبعض مقرات الوكيل المعتمد لهذه الشركة اللغز، حيث تنشط كلها ودون استثناء في مجال الاستيراد والتصدير. هنا كان جدير بنا التذكير بأن وزارة التجارة شرعت في تحقيقات مكثفة مع شركات من هذا النوع تدخل السوق الجزائرية تحت غطاء الاستيراد والتصدير لتختفي في ظروف غامضة بعد 2 أو أقل. وهنا تثار الكثير من الشبهات حول تهريب الأموال وتبييضها وتحويل العملة إلى الخارج. كل هذه المعطيات جعلتنا نتساءل مجددا عن التزامات الكيونت تجاه الجباية الجزائرية. ولكي لا نغفل أدق التفاصيل في موضوعنا هذا، قررنا نشر حديثنا عبر الفيسبوك مع أحد عناصر كيونت في الجزائر، والذي اعترف لنا بعظمة لسانه أنه ما فتئ أن برئ من قضية نصب واحتيال. ولكم أنتم أن تفصلوا في الموضوع. سرية وغموض كبيرين في طريقة تعامل كيونت تجعلنا نتساءل عن طريقة تحويل هذه الأخيرة للأموال وكيفية إدخالها للسلع إلى الجزائر، فشبهات كبيرة تحيط بعملية تحويلها للعملة للخارج، وكذلك تعاملاتها مع الأسواق الموازية واعتمادها سياسة البيع بالتوصيل والطرابند في إدخال السلع والمنتجات المستخدم معظمها من دبي بالإمارات العربية المتحدة. أقول أن الدولة لديها باع أو لديها يد في القضية هذه للحد من مثل هذه الظواهر، إما بالتوعية وإما بالنصوص القانونية التي لم تغطي بعد الجريمة الإلكترونية في الجزائر. إذن الدولة لديها جزء من المسؤولية يجب أن تتحملها تجاه شبابها الذين تورطوا في مثل هذا البيع، فعوض متابعتهم قانونيا وملاحقتهم قضائيا مثل ما يتم في بعض الولايات، يجب أن نفكر كيف نحميهم من هذه الشركات، كيف نحمي أن ننير فكرهم اتجاه البيع الإلكتروني، وإن البيع الإلكتروني ليس هذه هي الطريقة، وإنما هذه طريقة جد مشبوهة. اتصلنا بعدد من أعضاء الكيونت الذين أوقفوا نشاطهم معها قصد معرفة حقيقة هذه الشركة، لنكتشف أن معظمهم من الغرب الجزائري. عقدنا موعدا مع العديد منهم بعين تيموشنت ليتراجع هؤلاء ساعات قبل أن نخوض الرحلة. عيطت لك على جال رونديفو ديالنا تاع غدوة إن شاء الله، دونك تلاقيت من قبيلة قال لي امبوسيبل يهضر معاك، سي فغي؟ احنا نريحو، نعرفش انا قلت لك احنا نشوف الخدمه كي دايره شباب ما بغيتش شدير، انا فاهمك شباب ديري ونشوف حاجه نورمال قبل نحكي فيها، نحكي فيها نورمال ماشي مشكل كاع. داكوغ صح، على بالك بليك انا حابه نفيلمي. تجي تفيلمي، ما بقاش انا عارفه تفيلمي معاك ديريكت، انا ما نعرفش كيفاش تخدمي. انت دوكا كياني نهضر، انا كون قادر نهضر معاك نديرو بروبليم، كاين شي بروبليم نديرو بروبليم بريك مع بعض هذا باطل. هؤلاء رفضوا حتى الحديث عبر الفيسبوك وقالوا أنهم يرفضون الدخول في صراعات مع الشركة، والأولى بنا التحقيق حول المخدرات وأمور أخطر من ذلك. وأبدى هؤلاء تخوفهم الشديد من الظهور أمام الكاميرا ورفضوا نعتهم بالضحايا وقالوا إن الأمر يتعدى صلاحياتهم. سألنا مسؤولي وزارة التجارة فرفضوا الحديث عن نشاط كيونت جملة وتفصيلا وكأن الأمر بطابو. وقالت إطارات أخرى بالوزارة إن ما يسري على السوق الحقيقية يسري على السوق الافتراضية. احنا ما عندناش خوف من هذا الشيء هذا، باسكو لي سوبيرات منين راح يشري من لي سوبيرات، لي سوبيرات سون كونترولي، يعني ما كي نقولوا راح يشري عبر الانترنت، هي الطريقه برك اللي حتتغير، الطريقه اللي حتتغير. هنا نفس الشيء، سواء تروح انت يعني سواء بالتليفون، سواء انت تروح بالتليفون بالهاتف ويجيبوا لك، هنا كاين مراقبه قبليه. وأدهى ما اكتشفناه في هذا التحقيق أن كيونت حاولت أيضا اصطياد رئيس جمعية حماية المستهلك ضمن شبكتها. والله يعني من خلال الدردشة تاعك قبل الحصة، يعني لما حتى أعطيتيني لمحة
يعني حتى أنا كدت أن أكون ضحية هذه المعاملة لما هضرتي لي على أنهم متعاملين يطلبوا 80,000 دينار إلى غير ذلك. ويعني تذكرت قصة من عند أحد الزملاء اللي قصدني لهذا الأمر، قال لي شراكة إلى غير ذلك من الأمور، ولكن يعني لم أمشي في الخط. يعني هذا محاولة للاستثمار في عقول الناس، يعني استثمار ببيع الأوهام وللأسف الشديد. وفق المعلومات التي استقصيناها فإن تحقيقات أمنية واسعة تمت مباشرتها حول نشاط هذه الشركة، وأغلق العديد من مكاتبها بعدد من الولايات بعد مداهمات عناصر الأمن، وهو ما دفع بوكيلها في الجزائر إلى طلب النشاط وفق صيغة سجل تجاري لشركة البيع بالتجزئة والتوصيل. العديد من القضايا أيضا سجلت في المحاكم بسبب سلع الكيونت، إلا أن البراءة نتيجة انعدام عقد البيع والشراء كانت نصيب المتهمين، على غرار ما حدث قبل سنتين بمحكمة سانيا بوهران، فالقانون لا يحمي المغفلين. رغم ذلك يدعو القانونيون إلى عدم إغفال إيداع شكوى في مثل هذا النوع من التجاوزات. احنا عندنا قوانين اللي تخص لا سيبر كريميناليتي، عندنا دوبي 2004 وعندنا دوبي 2009 قوانين اللي يعني il est possible aujourd'hui d'attaquer. كما تدعو جمعية حماية المستهلك إلى التقرب من مصالحها وتصر على التحلي بالحيطة والحذر. ما يلزمش أننا نمحو يعني التجارة الإلكترونية في بلادنا مهما كان، لأنها تجارة فيها كثير من المزايا، ولكن يبد أن تنطلق على أسس سليمة. وعليه نعاود نرجع للنصيحة اللي دائما نقولها للمستهلكين، أنك لا تدفع فلسا إلا لما تستلم البضاعة وتعاينها وتطمئن ثم تدفع أموالك. رحلة البحث عن الضحايا لم تقف عند هذا الحد، استعملنا كل الوسائل من هاتف وفيسبوك ولقاءات مباشرة. تحدثنا هذه المرة مع أحد الشباب الذين انضموا إليها ببومرداس وانسحبوا من الشبكة بعد 6 أشهر. كنت ندير ستاج في شركة عمومية، جالي واحد صاحبي قال لي كاين دخلت واحد الشركة للجزائر في 4 سنين تولي بالدراهم بطونوبيل كلش، ثم تخلصت من ملاين، وكل ما دخل لهم واحد معاهم يعطوك $50. ومن بعد عجبتني الحالة، دخلت لهم ديجا 3 مع صحابي واحد اخرين، عطاوني عليهم $200. ومن بعد بداو شغل يقولوا لي لازم تجي عندنا، لازم تولي تجي عندنا تحضر معانا، يجروا فيا تما. بون انا كون عرفت هكذا ما نونجاجيش كاع، باسكو دوكا خسرت دراهم، خسرت واش كنت الفورماسيون كنت عنديرها، باسكو وليت عندهم لا فورماسيون هذوك ما قبلونيش، سي بون قالوا لي راحت سي بون. وننصح دوكا الشباب هادوما عفايس غير ما كان لا، دوكا شد مد وخلاص، ما تامنوش بهادوما. سليم وهو شاب من العاصمة كاد أن يكون ضمن شبكة الكيونت، إلا أنه رفض في آخر لحظة الموافقة على عرض صديقه، لأنه ببساطة لم يكن يمتلك المبلغ اللازم لهذا البزنس. وقت واحد النهار نكونيكتي فيسبوك، عيط لي انا كونيكتي مع واحد صاحبي، قال لي نتلاقاو ونتحقق كدا منا كاين افير كدا نديروها. الو رحبت نهضر معاه، قال لي كاين واحد الشركه كدا منا نخدموا معاها ولازم تسلف 10 ملايين باش تبدا ب 10 ملايين كدا منا. وانا قلت له دوك نشوفوا كيفاش. من بعد قال لي عنده، قال لي ندخلوا في هذاك السيت، قال لي كدا منا نخدموا معاهم. قال لي سلسله، جاب لي قال لي تشريو نشرو واحد السلسله تاع ديامو كدا منا. قال لي غدوه نتلاقاو باش نروحوا لعندهم كدا منا. بعد قال لي غدوه صباح جاب لي سلسله، قال لي هذه شي تاع ديامو كدا منا، قال لي درت من الملايين. وانا خفت، انا قلت بالك ماشي تاع ديامو، خفت نونجاجي. إبا راح هو جابها. من بعد انا كي جاب لي شفتها سقسيت عليها، ما شفتها مين با ماشي تاع ديامو، خفت نونجاجي. وكاين صحابي بزاف داهم راحوا غلط كدا منا، زادوا واحد 30 واحد هكذاك راحوا وندموا في الاخر، وما كان ني افونير ني والو.
كانوا بك يكذبوا علينا واش راح نقول لكم. رغم ذلك تحدثنا عبر الهاتف إلى أحد أعضاء الكيونت بسبب تحفظه عن الظهور، والذي قال إنه راض بتجربته معهم وأنها كانت مثمرة. شوفي هما كاين بزاف هاد العفايس تاع الشباب، التسويق الشبكي هذوما اللي ماشي ملاح، كاين شغل في الاغناق، شغل يقدروا يدوا لهم دراهم، يقدروا ينحوا لهم دراهم. انا شوفي نهار جو مسي اونغاجي فيها، شو حتى شفت العباد هذوك، العباد كانوا انا قبل ما ندخل ديجا كانوا بزاف فوقي، كانوا واحد الميل هكذا براسك ميل فوقي، ما دخلني واحد، دخلني كوزان تاعي وكوزان تاعي دخل واحد، وكي دخلنا انا كي دخلت لهذه حتى كنت سيور غاشي كاش البرودوي اللي جابوها، وبعد كي شريت البرودوي انا خلصت واختار كارت فيزا نورمال شغل شي حاجه اونلاين بها انترنت. انا شغل جلطفا حاجه ماشي مليحه هذه، خاطر هذه كيونات حاجه نورمال. اختلفت أحكام الأئمة والجمعيات الدينية في الخارج حول الكيونات ونشاطاتها التجارية، فمنهم من يحرمها ومنهم من يحللها ومنهم من يعتبرها شبهة وجب تفاديها. وحكمت دار الإفتاء بمصر والكويت وسوريا والسودان والسعودية وقطر واليمن بتحريم هذه الشبكة. شركة الكيونت أو الكوستنت إحدى شركات النصب والاحتيال، وعملها محرم، وذلك لجهالة أكثر السلع فيها. نعم بها بعض السلع المعلومة، ولكن أكثر السلع بها مجهولة وأثمنها باهظة، والمشتري في الغالب لا يشتري من أجل الشراء الحلال، إنما يشتري للتغرير بزبائن من أمثاله حتى يأخذ مقابل كل زبون يأتي به مبلغا. لكن العمدة في التحريم جهالة السلع المباعة، فيأتيك مثلا بحلقة من زجاج محاطة بنحاس أنت لا تعرف فيها أي شيء، ويقول هذه ب$1000. أنت لو بتشتري شراء حلال لن تشتريها ب$10 ولا ب$5، ولكن يقول فيها قوة مغناطيسية وتؤثر على العظام إلى غير ذلك من النصب. فلما سألت أهل الاختصاص في هذا، أهل الطب، هل تنفع هذه الأشياء التي تعلق في الرقاب أو في الأيدي عند بعض الرجال الذين أيضا وقعوا في محاذير كثيرة، منهم من يأتي بحديدة ويضعها في يده ويقول إنها بتذهب الروماتيزم إلى غير ذلك من الشعوذات. سألت عنها بعض الأفاضل من أساتذة كلية الطب، فقالوا لا تأثير لها أبدا في مثل هذا. فالغرر والجهالة في السلع تجعلني أقتنع قناعة تامة أن ما تمارسه شركة الكيونت أو الكويستنت وقبلها شركة بزناس كل هذا نصب واحتيال وتغرير بالعباد، والله أعلم. أما الجزائر، التجارة الأخرى التي المراد منها الإشهار وإطلاق الأوهام وجعل الإنسان أنه أصبح ملياردير نتيجة لأنه اشترى ساعة أو اشترى هاتفا أو أصبحت له بطاقة أو أصبحت له قلادة. فأغلب هذه التوجهات توجهات مشكوك فيها، إما أنها توجهات ماسونية، وإما نوع من أنواع الروتاري، وإما أنها منظمات تعمل على مستوى عالي من الدقة لأن تخطف أموال الناس. أقول لهؤلاء المغرر بهم جميعا في هذه الهلوسة المالية وفي هذه الأوهام أصبحوا مليارات أن يبتعدوا عن هذه الأشياء، وأن يعلموا بأن إذا كان المكسب من حرام فهو من حرام. ويبقى الجزائري دائما فريسة سهلة الاصطياد لجماعات المحتالين وشركات النصب والاحتيال، فمرة تحتال عليه الكيونات ليضيع عشرات الملايين بسهولة، ومرة يحتال عليه الوعد الصادق ليخسر سيارته أمام مرآة، ومرة يتلاعب به أصحاب أكياس الدنانير والإبيزا، وفي كل مرة يجد المواطن نفسه الخاسر الأكبر.